قولوا لي اعمل ايه؟ زهقت والله. والله زهقت. اعمل ايه؟ اغير؟ ما ينفعش اغير، مش هعرف اغير. اشجع فرقه تاني؟ مش هينفع. مش هينفع خالص. مش هعرف. قولوا لي بس اعمل ايه؟ والله العظيم تعبت بجد. مش كفايه الفريق علينا؟ لا، ده الحكام كمان علينا. الحكام كمان علينا. ايه يا عم ده؟ ده منظر حكم. ده منظر حكم وده منظر مدرب بيدربنا. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ حرام بجد. مدرب فاشل فاشل فاشل. اي حاجه وخلاص، اي خطه ظروفها هي وظروفها، يلا زي ما تيجي. نزل دوت طلع يلعب بدوت، مفيش خطه نلعب بيها. لا لا لا، مفيش والله. ده كلام يعني ايه يا جدعان؟ ما يتحطش في الدماغ خالص. مدرب فاشل، ما ينفعش مدرب خالص. حرام اللي بيحصل فينا، والله العظيم تعبنا خالص. ده احنا في العيد يا جدعان، والله في العيد. يعني انا لسه متكلم في الفيديوهين اللي قبل كده، وقلت وانا عارف اللي هيحصل والله. طب ليه؟ مين حسام عبد المجيد ده؟ مين ده حسام عبد المجيد عشان يلعب في الزمالك؟ مين والله؟ ما بيعرفش ولا يباص ولا بيعمل ولا يقطع كوره ولا اي حاجه. والله العظيم حرام. حسام عبد المجيد واللعيبه كلها. هو مفيش الا محمد شحاته بس. زيزو؟ ولا تقول لي زيزو؟ لا 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 لا, لا. زيزو ملوش لازمه، والله ما ليه لازمه. ده ما عندوش خالص من ساعه ما اتكلمنا يقول لك هيجدد ومش هيجدد. لا، مفيش زيزو. خلاص انسى. ما عندكش لعيب كوره تعتمد عليه. مفيش لاعب كوره عنده روح. لا لا لا. الزمالك عايز يتغير كله والله بمدرب فاشل. اي خطه وخلاص. يعني يعني ايه؟ مش يعني ايه مدرب يعني ينزل لي اي حد وخلاص؟ ما ينفعش. بص للعب كله. كل اللعيبه مركزه مع الحكم. طب انت هتركز في اللعب وتركز ان انت تكسب، ولا تركز ان انت تلعب بدماغك وتلعب كرة كويسه، ولا تركز مع الحكم؟ يا عم حرام عليك انت وهو. يا عم والله ما في كده. ده الواحد بجد اتخنق. مش عارفين نعمل ايه. المشكله اللي احنا مش هنعرف نشجع الا نادي الزمالك، مش هنعرف نشجع الا الزمالك بس. لكن يعني انا عايز اعرف يا جماعه، حد يكلمني يقول لي ايه اللي بيحصل. والله العظيم تعبنا بجد. من اول عواد لغايه زيزو والفرقه كلها. مين ماتشيابا اللي هو الطيب دوت؟ ايه ده؟ عندي كره تضيع. ولا نضاي اللي انا كان لسه مكلمكم قبل الماتش قلت لكم هيعمل كارثه والله العظيم هيعمل كارثه، وفعمل الكارثه وزياده كمان. يعني انا ما عندكش لاعب بيلعب كوره خالص. للاسف احنا محتاجين فريق بلعيبه تصلح تلعب في نادي الزمالك. للاسف يعني. ومدرب يكون مدرب فاهم، ويا ريت مدرب مصري بقى، مدرب محترم مصري كده، بدل ما انتوا بتدفعوا بالدولارات وما اعرفش. لا لا، مفيش الكلام ده بقى خلاص. ما هو اديكم شفتوا النتيجه. بنتغلب من مصر 2-0 بكل سهوله، بكل يسر. ويعني الدكه اللي انت اصلا منزلها، يعني مفيش حد على الدكه. مفيش اي حاجه. اي نعم، هتقول لي هو اللي عمل الجون لما هو سيد نيمار نزل، هو اللي خربها ورا برضه، اتقطعت منه الكوره وجت من الجون. وبقى يعني جت معاه كده، لكن ما عندوش فكره. والله ما في حد عنده فكره والله. ربنا يعوض ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.